نذكركم بأننا سوف نقدم برنامج أحداث العالم في أسبوع في 7:30 من مساء هذا اليوم. أما الآن فأذكر حضراتكم بفقرات برنامجنا للمساء والسهرة. بعد هذا الاستعراض نرفع لكم أذان العصر في مكة المكرمة، وفي 53 إعادة لأسئلة مسابقة فوازير الأطفال لشهر رمضان المبارك. في 44 الانتقال إلى مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف لنقل مباراة كرة القدم التي ستقام بين منتخبنا الوطني ومنتخب قطر الشقيق لتحديد المركزين الثالث والرابع ضمن مباريات بطولة كأس العرب الأولى. بعد نقل المباراة وفي 35 مطالعة الصحف. في 47 المسلسل المدبلج حياة البراري. في 15 الانتقال إلى المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة لنقل أذان وصلاة المغرب. في 7:30 برنامج أحداث العالم في أسبوع، يليه برنامج العلم والإيمان. في 38 الانتقال إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة لنقل أذان وصلاة العشاء. يلي الانتقال عرض سريع لبقية برامج السهرة، ثم الانتقال إلى مدينة الطائف وذلك في 9:04 لنقل مباراة كرة القدم التي ستقام بين منتخب العراق ومنتخب البحرين لتحديد المركز الأول ضمن مباريات كأس العرب. في تمام 10 نشرة الأخبار المصورة الثانية، فالشوط الثاني من المباراة النهائية على كأس العرب ومراسم حفل اختتام بطولة كأس العرب وتسليم الكأس والميداليات للفرق الفائزة. يلي ذلك استعراض لبرامج الغد، ثم المسلسل اليومية الجديدة سر الغريبة في حلقتها الأولى. يلي المسلسل اليومية الجديدة نشرة الأخبار المصورة الثالثة في القرآن الكريم، ثم يعلن السلام الملكي ختام الإرسال. أما الآن مشاهدينا الكرام نبقى مع برنامج قف. مساء النور، مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين، مساء النور يا مغاربه. MBC 5 كتقدم لكم مشاهدينا الكرام جات الوقيته برنامج جديد دائما غادي يكون منكم وليكم، وسيرتو يدخل كاع قلوب المغاربه. مساء النور يا مغرب. رحبوا جميع معانا ضيف ديالنا. ضيفة اليوم هي غيكونوا معنا ضيوف كبار غادي مزيان لا بصح. هي هذيك مع الصحة وكتار، وغنعيشوا معاهم لحظات جميله. من قاع الخابية. Montrez-moi quand vous dites هادشي كله على قناتكم الأحلى والأروع والأجمل والأمتع والأفضل MBC 5. هي مساء النور يا مغرب، من الاثنين حتى الجمعة 7 مساء على MBC 5. بعد قليل نوافي أحبائنا الصغار بالحلقة الرابعة من المسلسل اليومي المدبلج سبورت بيلي، ثم برنامج افتح سمسم في 35 في 6:05 نوافيكم بجولة جديدة في مطالعة الصحف الصادرة صباح هذا اليوم، ثم برنامج التفسير الميسر في 6:30. في 7:15 ننتقل بحضراتكم إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لننقل لكم أذان وصلاة المغرب حية على الهواء. البرنامج الأسبوعي منكم وإليكم في تمام الساعة 7 إن شاء الله، ثم برنامج النور والأمل في 7:30. في تمام الساعة 8 برنامج القرآن والسنة وحقائق العلم. في 8:15 ننتقل بحضراتكم إلى المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة لننقل لكم أذان وصلاة العشاء من هناك. في 9:03 برنامج مجالس الإيمان، وفي 9:30 كالمعتاد نوافيكم بنشرة الأخبار المصورة الأولى. في 10:15 المسلسل اليومي الطاحونة في حلقته 9، ثم عرض لبرامجنا ليوم غد الخميس.
في 11 إلا ثلثا وفيكم بالبرنامج الأسبوعي كل جديد. وفي 11:35 دقيقة نقدم لحضراتكم المباراة التي ستقام مساء هذا اليوم بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، وذلك في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. بعد هذه المباراة نختم برامجنا بتلاوة مباركة من آيات الله البينات يعلن بعدها السلام الملكي ختام برامجنا لهذه الفترة. أيها السادة، أحلى أمان الخير والسعادة أتمناها لكم مع برامجنا. شكرا لحسن متابعتكم. الآن إلى الفقرة التالية.